عسلامة ومرحبا بردنا اليوم مرقة قناوية بالعلوش. تابعوا معنا مراحل التحضير. متابعة طيبة للجميع. عسلامة ومرحبا. باش نطيب مرقة قناوية على طريقتنا لهنا، معناها في قفصة وكيما توزر وكل شيء، معناها بطريقة بريسك معناها تشبه لبعضها. الأكثرية رانا نعملوه باللحم البرشني معناها الماعز، واللي ما عندوش ينجم مثلا بعلوش صغير ولا حاجة. المفيد أنا عندي شوية علوش طريفات معناها كيما تشوفوا الصغيرين نقولكم العظم هذا راهو باهي برشا أنا ديما نخبيه للشربة، وكي نعملو هكا في الماكله راهو يخلي مطعم معناها بنين. حصيرو شنو نعمل مرة الأولى؟ فرمت معناها بصل بالطريقة هذه، تحب شوية بصل معناها في الأول، ونحطه مع اللحم والزيت ونقليه بملح وفلفل أكحل أكاهو، جيست ملح وفلفل أكحل أكاهو في الأول لين يسيب البصل الماء نتاعو مليح مليح. كما شفتوا لهنا كيفاش البصل سيب الماء وتبدل اللون نتاعو معناها هو اللحم. شوفوا كيفاش تو في المرحله هذه لما قصيت الطنجر باش ما تغلبنيش وما يشدليش البصل. في المرحله هذه شنو باش نعمل؟ عندي لهنا حطيت طماطم معجون وفلفل احمر وكركم اكاهو باش نحلهم في شويه ماء. هو راهو دو بريفيرونس معناها الحاجه كي باش يجيب معناها المرقه القناويه بنينه نعملوها بطماطم الكعب معناها نرحوها تجي راهي ابن من طماطم الحكه. بالنسبه لي الطماطم هذه مخدومه بطماطم الحكه، بطماطم الكعب معناها مخدومه عندي دياري في الدار، هذا علاش عملتها. هي والفلفل الاحمر والكركم باش نحلهم في شويه ماء وباش نصبهم على البصل واللحم. صبيته بالطريقة هذه. تو باش نحل عليه الغاز نخليه كيف كيف يتقلى شوية ومن بعد نكمل نمرق. كما شفتوا لهنا بعد ما تقلى مليح مع الطماطم وفلفل احمر والكركم، توا باش نمرق مانيش باش نكثر الماء لخاطر اللحم صغير، وزاده مثلا مرقة القناوية راهي كالصلصة معناها ماهيش حاجة ما يلزم تكون هكا خاثرة شوية. المفيد باش نمرقها ونقول لكم لوين بالضبط. كما شفتوا لهنا راني دوب ما غميت اللحم اكاهو، تو باش نسكر عليها الكوكوت ونخليها تطيب نصيب ساعه ونحل عليها. في الاثناء نكون محضره هذه القناويه متاعي باش نغسلها وباش ننظفها مليح، وفي نفس الوقت معاها الفلفل الصغير هذا اللي هو فلفل الجريد. بالنسبه لينا لهنا في جهه قفصه والجريد معناها توزر وكل شيء، رانا القناويه ديما نبيعوها مع فلفل الجريد، معناها كي باش تشري قناويه يلزم يكون بحذاها فلفل الجريد. الزوز يلزم يكملوا بعضهم حاسين، على خاطر تحب برشا فلفل نعملوا الفلفل الصغير هذا بالذات اللي هو اسمه فلفل الجريد. تو نوريلكم حاسيلو كيفاش في الاخر. المهم ديما هكا نخلوهم نغسلوهم، وهذه القناويه باش ننظفها مليح باش نحلها هذا الراس نتاعها، وكاهو ماذا هي صغيره تجيب بنينه برشا. تو من بعد ما حليت عليه شوفوا كيفاش نقص الصوص. توا راهو طاب اللحم، الكميه نتاع الصلصه اللي بقت هذيك باش نرمي القناويه على بحكم صغيره راهي في ساع ما تطيب. كما تشوفوا معناها شوفوا كيفاش طلع الزيت، وباش نحط القناويه شوفوا معناها كميه الماء قداش هذيك كافيه باش تطيب لي القناويه ومعناها توقف على زيتها وتكون امورها واضحه. كما تشوفوا لهنا حطيتها وباش نخليها تطيب ونوريكم القوام النهائي كيفاش. وتو بعد ما طابت القناويه باش نحط الفلفل كما شفتوا، وريها لكم باش نحط الفلفل. هذا الفلفل من بعد ما حطيته توا غلوه صغيره ونقص عليه وتكون القناويه متاعنا حاضر. حصيلو هذا اللي يميز القناويه في الجريد وفي قفصه كل شيء، في الاخر نعبوها هكا بفلفل الجريد. هذه هي. وهذا كما تشوفوا صحن القناويه متاعنا حضر. شوفوا بسم الله ما شاء الله هكا الزيت متاعها كيفاش طالع، راهي بنه على بنه بالطريقه هذه. جربوها وان شاء الله هكا تعجبكم. وتوا ما قالي كم شو لكم بسلامه، وملتقانا ان شاء الله في دبر اخرى في امان الناس الكل.